اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، وحياكم الله وين ما تكونون، وهذه تحيه طيبه لكل متابعي شاشه قناه آفاق الفضائيه، لا سيما برنامجكم الاسبوعي فور بلاس. اليوم بفقرتي راح نتناول مجتمع. فقره مجتمع راح تحمل بطياتها غرابه او نوع من الغرابه، روضه، واسم هذه الروضه هي رياض الرحمن، لكن اكو نقاط عديده تميز هذه الروضه عن باقي الروضات. ابقوا ويانا متابعين هذه الحلقه ونشوف التفاصيل اكثر بعد الفاصل. مشاهدينا الكرام، بعد ما نوهت قبل قليل عن فقرتنا لهذا اليوم، هي فقرة مجتمع وراح تحمل بطياتها روضة، لكن هذه الروضة تتميز عن باقي الروضات اللي موجودة عندنا ببغداد انه بتحمل نقطة مهمة جدا، وهي الى اولاد الاهالي اللي موجودين بالحشد الشعبي. يعني ممكن اليوم اكثر اولياء الامور هم تركوا اموالهم وبيوتهم وعوائلهم حتى يكونوا يدافعون عن الوطن. قررت إدارة هذه الروضة أنه كل طفل والده بالحشد الشعبي أو هو نازح أو يتيم، هذه الروضة مجانا، على العلم وللدراية أيضا أنه هذه الروضة هي أهلية، لكن قررت أنه لهؤلاء الطلاب تكون مجانا وموجودة حالها حال كأي طلاب أو أي طالب يدفع قسط كل شهر. الطالب المهجر أو ابن اللي أبوه راح للحشد دفاعا عن الوطن أو يتيم، هو له غير عن باقي الطلاب مجانا. تنضم معي مديرة هذه الروضة ست ليلى محمود تتكلم لنا بتفاصيل أكثر. أهلا وسهلا بك ست ليلى ومنورتنا بحلقتنا بفور بلاس. الله يخليك، الله يبارك فيك. أنا فتحت أول شيء لأني للأيتام، فتحت للأيتام صف مجانا، خط واستلام شهري ما أخذ من عندهم. ثاني شيء فتحت للمهجرين، من صارت شغلة المهجرين والنازحين، أنا فتحتها للنازحين هم نفس الحالة، يعني هم خط وانتساب للروضة مجانا، يعني حتى ازودهم كتب او اي شيء ملتزماتهم بس ليلى تحكينا عن التفاصيل اللي ممكن تصير، يعني هنالك اكو فوارق بين الطلاب اللي موجودين اولياء امره اللي هم مو بالحشد ولا يتيم ولا نازح، طالب عادي يكون قريب من المنطقه، وممكن يحسون فرق طبقي موجود، انه يحس هو نفسه يتيم او هو نازح او هو مهجر عن الطلاب العاديه. لا باقي النزلاء العلمي. الروضة صار كم سنة هي مفتوحة؟ 14 سنة. 14 سنة. ايش وقت قررتي انه تميزيها عن باقي الروضات وتنضم الى هذا الدور، انه هو تكون مجانا لعوائل الحشد الشعبي والعوائل اللي هم يفقدون الى المعين اليوم؟ عن الايتام